بقية في حياتك يا منتصر. امك ماتت، ادي لها ساعة دلوقتي، واخر حاجة نطقتها اسمك. شد حيلك يا منتصر عشان نقدر نجيلك سجدة بكرة. نروح نعمل الجنازة في الحاجر وندفنها هناك. لازم احضر. ده هتقول ايه؟ اللي سمعته عمران، احضر الجنازة واسافر البلد انا وانت. الباقي حياتك يا منتصر يا ابني، كلنا لها. شد حيلك. شد على الله يا فندم. بس دي مش مسؤوليتنا. احنا سلمناه للسجون والسجون مسؤولة عنه. حاضر حاضر، الليلة بالليل هجيب لي سعادتك خبره. دي حكاية منتصر يا فندم؟ ايوه. مش قلت لك كل حاجة بتيجي على دماغنا احنا؟ ولا عليك. ما تخليها المرة دي كمان يا فندم. طب قول لي، تفتكر الواد ده يكون راح فين؟ اكرام الميت دفنه ولا بد تدفن النهارده. بس جرايدنا الفسيوط والمراغه وكهينه لسه ما جوش. هم يستنوا الميت ما يستناش. لازم نوفر حماية المنتصر. من الناحية اطمئن يا عمران، السلاح اللي في الحاجر يكفي، ومعانا ناس جاية من الجبل تاخد بخاطرنا وتقوم بالواجب. كل شيء جاهز يا عمران؟ كل حاجة جاهزة يا جد. على بركة الله.
بينا يا رجالة نصلي عليها وندفن قبل المغرب. خير يا هنداوي؟ البوليس وصل يا جد. مش هيضربه الواد في الجنازة مش كده؟ ايوه. لما يوصلوا المقابر نقبض عليه. مجزرة يا فندم وهيروح فيها كتير. سيبنا نجيبه في طريق. يعني ايه يجيبه في طريق؟ يبقى قدام علينا ونسيبه يفلت. مش هيفلت. انا اعرف نجيبه. ارجوك يا فندم، دول اهل بلدي وانا عارفهم كويس، ثم ان الموت للحرمة مهما كان. البلد مقلوب على الولد ده وانت عارف يا سالم. على مسؤوليتي. ارجوك يا فندم اديني الفرصة دي. يا فندم مش ممكن نسيبه اكتر من كده. يلا يا سالم. منتصر فين يا جدي؟ حياتك الباقية يا ولدي. راح فين الولد يا سالم؟ اتبخر. قلت ساعتك سيبنا نجيبه بطريقتي.